تخيل ملك حكم مصر 66 سنة وبنى معابد وبيوت ومدن لدرجة إن اسمه محفور على كل حجر تقريبا. مين هو الراجل ده؟ وليه التاريخ لحد النهاردة بيقول رمسيس أعظم ملك جه في مصر؟ رمسيس الثاني الملك اللي اتولد علشان يحكم، وهو ابن الملك سيتي الأول، واللي اتدرب من صغره على الحروب والسياسة وبناء المعابد. ولما مسك الحكم مصر دخلت العصر الذهبي الحقيقي. أول حاجة تلاحظها في عهد رمسيس إنه كان بيحب يسيب أثر في كل حتة. بنى معبد أبو سمبل العملاق ومعابد الكرنك والرمسيوم، وحتى بنى مدينة كاملة سماها بر رعمسو، أكبر عاصمة في الشرق وقتها. لكن أشهر حاجة في تاريخه وهي معركة قادش، واللي كانت ما بين الجيش المصري والحيثيين. المعركة دي اتكتبت واتسجلت على جدران المعابد، واللي العلماء بيعتبروها أول معركة موثقة في التاريخ. رمسيس كان شجاع جدا لدرجة إنه هجم لوحده تقريبا وسط آلاف الجنود علشان ينقذ جيشه. ومع إن المعركة انتهت بالتعادل، إلا إنها طلعت بأول اتفاقية سلام معروفة في العالم. رمسيس والحيثيين كتبوا السلام على لوح فضة، ودي كانت حاجة مفيش حد عملها قبله. أما بقى السؤال اللي ناس كتير بتسأله، هل رمسيس التاني هو فرعون موسى؟ فالخبراء منقسمين في الموضوع ده، في أدلة بتقول وأدلة بتقول لأ، بس المؤكد إنه كان أقوى ملوك زمانه وحكم أطول من أي ملك قبله أو حتى جه بعده. مومياء رمسيس التاني لسه موجودة في متحف الحضارة، وجسمه بيقولك إنه كان محارب عنيف قوي البنية، وراجل عاش حياته بكل قوة لحد عمر 90 سنة. دي أسطورة كتبت اسمها على كل حجر في مصر.